السلام عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. وحشتوني وحشتوني. هتغدوا معايا بقى، اتفضلوا غدا. غدا ايه النهارده يا تيتا بقى؟ رنجة. طبعا الحلو الجميل ده. جري ريقكم بقى. وبصل اخضر. اتفضلوا بقى الغدا يا حبايبي. اتفضلوا حبايبي. اتفضلي يا ام عبد الله يا حبيبتي. عبد الله السعودية، اتفضلي الغدا يا حبيبتي. اتفضلي يا حورية. عصير الليمون الأول، نسيت عصير الليمون عليه. اتفضلي يا قمر. اتفضلي يا قمر أمريكا، اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي الغدا. اتفضلي يا شيماء القاهرة. إيمان اسكندرية حبيبتي، اتفضلي يا حبيبتي الغدا. اتفضلي يا أم آدم منصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. مين تاني يا حبايبي؟ اتفضلي يا أم حيدر. أم حيدر العراقي، اتفضلي يا حبيبتي الغدا. اتفضلي يا أم نعيم الجزائر. الجزائر أم نعيم حبيبتي، اتفضلي الغدا. رنجة جميلة اهي. رحامي. أنا غلطت، أنا أكلت منه. شكله قهراني. فكرته حاجة مش قوي يعني. اتفضلي يا إيفا. اتفضلي إيفا الغدا يا إيفا. ألف سلامة على ماما فايزة. ربنا يطمنك عليها يا حبيبتي. يا رب يشفيها ويشفيك ويشفي كل مريض يا رب. بلاش الشطة يا تيتا. بدعني عن إيدي. عاملة بطريقة فظيعة. خدت عينيها دمعت والله. فضلتها يعني تبقى حامية بسيط كده. بتفولعها.
داليا شيماء، شيماء بتاعت سوهاج. اتفضلي يا حبيبتي الغالية. لا سوهاج ده أمينة، شيماء مين يا اخويا؟ شكلي لخبطت ولا ايه؟ أمينة بتاع سوهاج يا جماعة، معلش. إصدار زهايمر أنا بشتغل يا تيتا ولا ايه؟ ربنا يستر. داليا، اتفضلي يا داليا الغدا يا داليا. بطروخ جميل اهو. الأكلة دي بقى عايزة كوباية شاي من نعناع يا تيتا بعد الغدا أهو تاكليها تحفة. شكله كده يفتح النفس يعني. الراجل مديهولنا مع الرنجة بس مولع. نشوف ده كده. نفسي دي تودي الواحد في داهية والله يا جماعة. مش حامل الأخضر ده، ممكن يكون بارد. حطوا اللايك يا حبايبي، ربنا يصلح حالكم يا رب. قطمة تانية كده أتأكد بس. طلع حامي برضه بس مش زي التاني الأحمر ده فظيع. تنسوا اللايك يا حبايبي الله يصلح حالكم. اللايك بتاع تيتا لوجو من عشم فيكم، محبتي فيكم تحبوا تحطوا لايك لتيتا. البطروخ بتاعها أكلة جميلة وحرشة. صراحة أنا زهقت من عارفة ناكل إيه يا جماعة، كل يوم ناكل إيه ناكل إيه. السمك لسه واكلينه قريب، قلت بقى أنا أجيب رنجة أي زفارة يعني النهاردة. قاعد دماغنا من الأكل. أنا لسه صحيح في حد سألني على البانيه يا جماعة، لقيت أنا فاشلة في البانيه وعلى طريقة البانيه. بس يا ترى بقى هتتفرجي على الفيديو ده
عشان لسه فاكرة الوقت والله. يا ريتك لو اتفرجت على الفيديو بتاع الرنجة ده. أنا ساعات بعمل فيديو بصراحة لحد بيسألني على حاجة بقول له على بعمل فيديو مخصوص ليه. فاحنا دلوقتي آخر الشهر، ممكن النت ما ينزلش الفيديوهات بقى، مش عارفة ربنا يستر. يعني لو أنا اتأخرت عليكم اعرفوا إن الباقة خلصت، فبستنى ميعادها لما عشان أشحنها تحت باقة النت يعني. المهم يا حبايبي، حد سألني على البانيه. قلت أنا عايزة أشوف لأن بقى مش بتاعك شكله إيه حلو يعني عاجبها. أنا ما دقتوش بس شايفة شكله هو فعلا مقرمش وجميل. أنت بتعملي فيه إيه؟ البانيه بتجيبيه مثلا نص كيلو بانيه، تجيبيه من عند الراجل، ترش عليه شوية دقيق. لو تعمليه في نفس اليوم يعني، مش تعمليه في نفس اليوم تركنيه في الفريزر. المهم تحطي رش عليه شوية دقيق، تجيبيه فيه كده شوية دقيق كده اهوت، وحبة مية صغيرة وتسيبيه فيه شوية كده. بعدين تصفيه وتغسليه كويس يعني مية نضيفة يعني، وتحطيه في مصفى. بعد كده بتعملي التتبيلة بتاعته ايه بقى؟ تجيبي زبدية بلدي، مش بناخدها كلها، بناخد نصها مثلا. بعدين تجيبي بصلاية صغيرة كده وطماطماية وفصين توم. لو التوم عندك كبير ممكن فص واحد الكبير ده. تبشري الطماطماية والبصلاية وفص التوم، وتحطي ملح وكمون فلفل اسود، وتحطي التتبيلة بتاعته. ملح وكمون فلفل اسود مع البصلة وفصين التوم، واخدة بالك؟ وتحطي نص زبداية وتقلبيهم في بعضيهم كده. تكوني بقى انت غسلتيه زي ما قلت لك كده بالدقيق وكده كويس، وتروحي حاطة ايه؟ بانيه وخلطة فوقيه، بانيه وخلطة التتبيلة دي فوقيه. وتعملي بانيه كده وتركنيه. الكلام ده من بالليل. تحطي مثلا من بالليل في التتبيله الزبادي والبصل والثوم والطماطم، وتحطيه التلاجة، دخليه التلاجة. تاني يوم الصبح اول ما تقوم من النوم بقى حضرتك تروحي ايه؟ جايبه بيضه واحده نص كيلو بيضه، ومعلقتين ميه، معلقتين المعلقه الكبيره، معلقه كبيره بتشتغل اللي تاكلي بقى الرز. تعملي حطي معلقتين ميه في طبق كده مع فوق البيضه، يعني تقشري البيضه وتحطي معلقتين ميه، تحطي شعره فلفل اسود عليها وتربيها، مش ملح ولا حاجه، فلفل اسود بس تربيها كده. بعدين تجيبي طبق فيه شويه دقيق وطبق فيه شويه بقسماط، بقسماط اللي هو بتاع البفتيك. واخده بالك يا حبيبتي؟ طلعي بقى من التتبيله بتاعت امبارح بالليل، هو بقى شارب من التتبيله اللي انت عاملاها. تطلعي منه وتعوسي دقيق الاول، وبعد كده تدخلي البيض، تحطي في البيض، وبعد البيض تروحي حاطه في البقسماط، وتضغطي عليه كده. وانت بتحطي في البقسماط تكوني حاطاه في طبق واسع او حاجه واسعه يعني، وتضغطي عليه كده في البقسماط. بعد كده تحطيه في طبق وتدخليه التلاجة. قبل ما تعملي مثلا كيس مكرونه او تحمري شويه بطاطس ولا حاجه، وهو الاخر بقى بيكون ايه؟ مسك جمد يعني في البقسماط بتاعه، يكون اتجمد فيه شويه، كان مسك فيه شويه، وتروحي محمراه. كتري الزيت شويه في الطاسه وتحمريه على عين ايه؟ مش عاليه يعني، عين هاديه اللي هي الوسط يعني. بس كده تروحي محمراه، يبقى لون، تخليه لونه ذهبي، ويبقى مقرمش وجميل. خلاص. بس التتبيله دي تعملها من بالليل، قبلها بيوم من بالليل. او ما انت مستعجله ممكن تعملها من الصبح، وعلى اخر النهار تكوني ايه؟ عملتي اللي قلت لك عليه ده، تبقى جميله. نضفها والشوك مفيش الشوك الرفيع ده. تاكليها بقى بهنا الشفا. يا رب تكوني تتفرجي على الفيديو بتاع الرنجة ده ان شاء الله وتشوفيه يا حبيبتي. انا عينيا ليكم. عايز حاجه يسالني عليها بس كون بعملها مش كل حاجه بعملها. يعني في ناس اشطر مني بكتير يعني.
نطت من بقي. تيتا الحمد لله. أكلة جميلة وكده. بالهنا والشفا على قلبك يا تيتا. خلي بختم وهو قدامي بقى. بالهنا والشفا على قلبك يا تيتا. اللي ما حدش لايك يا حبايبي حط لايك وان شاء الله يصلح لكم يا رب. وان شاء الله باذن الله تستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. قول يا رب. يلا باي باي باي، مع الف الف سلام.